ومن هنا ننبه الشباب لما تجي تصلي قدام إنسان كبير وتضع القدم مع القدم ويقول لك تقدم شوية، لازم تكون رفيق بها ذلك الشيخ الكبير أو الإنسان الكبير، ربما يصيبه شيء من القلق أو النرفزة، معلش اصبر عليه، اجعله في مقام والدك أو جدك، عادي، أمر طبيعي، وتبسم في وجهه. علاش تصيب أحيانا النفرة بين الكبار والصغار، ولا يجي يقول لك هذا من ضربي، هذا مكاني، معليش راعي الظرف نتاعو، عادي. من تمام الأدب أن تحترمه، أنت صغير هو كبير، معليش، حتى ولو أخطأ اصبر، وإن شاء الله بالمعاملة الطيبة والحسنة واللسان الطيب تكسبه بإذن الله مع مرور الأيام. هذا قد وقع لبعضنا أو وقع لنا، وعادي، أمر يمر إن شاء الله مع مرور الأيام، عادي. ما تصيبش النفرة بين واحد صغير وواحد كبير، يقول لك هو على كذا ويقول لي على كذا الكلمة هذه، وعلاش يتعامل معايا بهذه المعاملة، وعلاش قال لي كذا وكذا، أو بهدلني قدام الناس، اتركه يتكلم، معلش. وأنت لا تبالغ في الرد عليه حتى هو ما يزيدش في النرفزة، فتستحي أحيانا في مسجد تسمع الضجيج في أنك تقدم ارجع ولي للوراء روح من الجهة من هيك، لا لا لا، هذا ما ينبغي أن يكون من الناس عامة ومن أهل القرآن خاصة. عامة الناس يا أخويا تسامح، احنا جينا هنايا تكون قلوبنا متصافية، كيفاش ندير القدم مع القدم والكتف مع الكتف وعندي حقد عليك ولا الغل، أعوذ بالله من ذلك. من أهل القرآن أولى. واصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر ليس بالبسيط، فالإنسان عليه أن يصبر ويدعو الله عز وجل أن يصلح حالنا جميعا.